السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المتخصص في علم الآثار المصرية أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم على قناة هيستوريا. موضوعنا النهاردة موضوع لم يتم تناوله عند أي حد. موضوع غريب شوية، قليلين اللي اتكلموا عليه. موضوع الأوزيريون. مكان خطر جدا، مكان يعني عمقه 18 متر تحت سطح الأرض. مش أي حد يقدر يخش المكان ده علشان يشوفه أو يعمل عنده زيارة. المكان ده غامض جدا، الزيارة بتاعته محدودة. طيب ايه حكاية المكان ده وليه الزيارة بتاعته محدودة؟ طيب احنا هنتكلم عن المكان ده الأول. المكان ده موجود في أبيدوس، الأوزيريون موجود في الأبيدوس. في ناس بتقول عليه الأوزيريون، في ناس بتقول عليه الأوزيريون، أيا كانت المسميات. موجود في أبيدوس خلف معبد الملك سيتي الأول، تحت مستوى الأرض ب 18 متر. علشان تخش المكان لازم تكون موجه خطاب لوزارة الآثار عشان يوافقوا إنك تخش المكان، سواء إذا كنت في زيارة أو ترفيه أو بحث علمي. بالطبيعي إن يكون أي مكان من الأماكن الأثرية معمول عنها أبحاث، وإحنا عارفين إيه مثلا الرسومات أو أي حاجة موجودة أو أي معلومات داخلية عن المكان ده، لكن للأسف مش موجودة أي معلومات داخلية عن المكان ده. طيب ايه هي الرسوم او ايه هي الرموز او النصوص اللي موجوده في المكان ده؟ بالطبع غير منشور اي محتوى، سواء صور او فيديوهات من داخل المكان او بحث علمي عن المكان. المكان ده مش اي حد يخش زي ما قلت تاني. لازم توجه خطاب، الخطاب توافق عليه حضرتك بتخش، ما توافقش عليه يبقى حضرتك ما ينفعش تدخل المكان. يعني مش زي اي مكان اثري تاني، حتى منطقه وادي الملوك والملكات بتخش بتذكره عاديه، لكن المكان ده ما ينفعش تخش بيه الا بتقرير من وزاره الاثار، وانت ان الوزاره تكون موافقه انك تدخل المكان ده. طيب تذكره المكان ده بكام؟ سواء اذا كنت شخص او جماعه او واخد باص كامل 50 فرد او 40 فرد، التذكره ب 20,000 جنيه، وممكن تتعدى ال 20,000 جنيه. يعني انت لو شخص لوحدك وليك موافقه انك تخش، التذكره ب 20,000 جنيه. لو عامل جولة سياحية واخد باص، التذكرة ب20,000 جنيه. طيب المكان ده زي ما قلنا من فترة قليلة جدا كان مليان بالمياه وبالأحراش. طيب هل المكان ده كان مبني علشان المياه دي تكون ملياه، ولا المياه دي موجودة بسبب المياه الجوفية اللي كانت موجودة فيه، والمبنى أصلا كان مبني على أساس إنه يكون أصلا ناشف زي المعابد؟ طبقا للنصوص الاسطوريه الخاصه بالمعبود اوزير واسمه الاوزيريون، يبقى المكان ده خاص بالمعبود اوزير. يبقى المكان ده خاص بالمعبود اوزير اللي كان بيعبد في مصر القديمه. طيب رمزيه المعبود اوزير نهر النيل، المياه. تمام. وبالنسبه للنصوص والعلماء قالوا ان المكان ده هو اللي من خلاله قبر المعبود اوزير، ومن خلال المكان ده تم نشأة العالم. ايه المكان اللي هو اساس نشأة العالم؟ هو الاوزيريون. طيب في رموز كتيرة جدا او في نقوش لقيناها كتيرة جدا على المقابر من جوه، اللي هو رموز ونقوش بتوضح حج المتوفى للأوزيريون. يبقى مصر القديمة كان اي شخص عايز يحج كان بيحج في الأوزيريون. كان بيحج في الأوزيريون. طيب الرموز كانت بتديني ازاي، او المناظر كان بتكون شكلها ازاي؟ شخص محرم زي الإحرام عندنا في الإسلام، لابس شال أبيض بدون خياطة، وبيركب المركب ويروح مكان الأوزيريون، وده بيدل إن المركب ده يبقى مكان الأوزيريون كان مرتبط بنهر النيل. طيب نهر النيل كان أمام معبد الملك سيتي، وكان في نهر النيل امام معبد سيتي، وكانت الرحله بتوصل للاوزيريون. والاوزيريون كان مبني فعلا علشان تكون ميه الجوفيه تملاه. ده راي علماء، وراي علماء تانية طالما في قلال نهر النيل يبقى كان نهر النيل هو بيصب الميه في الاوزيريون علشان يكون المكان كله عباره عن مياه. الحاج بيجي بالمركب بتاعه يحج ويرجع تاني مكان، زي الحج عندنا في الاسلام بيجي يطوف ويرجع تاني. طيب بالنسبة للحج والأركان في مصر القديمة إن شاء الله هنتناوله في حلقة قادمة إن شاء الله. طيب
المكان ده الأحجار اللي تم استخدامها في بناء المكان ده، في أحجار بتصل ل 100 طن. في أحجار في الأوزيليوم بتصل ل 100 طن. طبعا أنا مش الكلام ده مش بتكلم فيه من دماغي، الكلام ده كله من كتب علمية وكتب أثرية. طيب حجارة بيوصل وزنها ل 100 طن، وحجارة مش من نفس المكان ومنقولة ومبنية على عمق 18 متر، مبنية على عمق 18 متر تحت الأرض. 18 متر لو الدور مثلا هنحسبها عندنا الدور 3 متر، يعني ما يقرب من 6 أدوار تحت الأرض. ومش عشان تنزل المكان ممكن تنزل فيه لوحدك، لا، ده في مرشدين وأثريين متخصصين في المكان هم اللي بيخشوا معاك، عشان المكان خطر جدا، ما ينفعش تخش لوحدك. طيب ليه المكان ده ما تمش استخدامه في السياحة، في الترويج السياحي في مصر؟ ليه المكان ده ما بقاش فيه إقبال للسياح وشغل، ونطور من المكان ونعمل له عمليات ترميم؟ لأن آخر عملية ترميم تمت في عهد الملوك كان الملك سيتي الأول، لكن الترميم الخاص بوزارة الآثار كان ترميم عادي اللي هو شفط المياه من المكان، ولحد دلوقتي برضو في أماكن فيها مية. طيب لو هنمشي على حسب الأسطورة وإن المكان ده المفروض يكون فيه مية، طيب ليه برضو ما كملناش على المكان ده وإحنا عملنا فيه أعمال حفريات حوالين المكان بحيث إن إحنا نوضح أي حاجة؟ المكان ده مثلا كان معمول لإيه في الفترات؟ هل الحج بس؟ هل في مقبرة قريبة؟ هل هو زي نظام ضريح للمعبود أوزير بس؟ هل في أماكن أثرية أو معابد تانية بيودي ليها المكان ده؟ طيب القنوات اللي كانت موجودة بتوصل المية للمكان ده فين؟ احنا برضو مش عارفين القنوات فين او كام قناة بتوصل المية للمكان. طيب طريقة توصيل المية من خلال القنوات دي كانت من خلال نهر النيل ولا من خلال المياه الجوفية؟ علشان برضو نكون عارفين، برضو مفيش مصدر يوضح لنا ده، كلها عبارة عن آراء. طيب ليه الباحث الماجستير او الدكتوراه ما فيش ابحاث ماجستير او دكتوراه خاصة بالمكان ده بتوضح الصور او الحاجات الداخلية للمكان؟ برضو ما فيش. طب احنا عايزين نعرف هل النصوص الموجودة داخل الأوزيليوم هل هي نصوص أسطورية فقط أو فيها نصوص تاريخية بتم الإنشاء من خلال الملوك أو مناظر دينية؟ يعني هي مناظر أكيد مناظر أسطورية خاصة بمعبود أوزير أو مناظر دينية، ولازم يكون في نص بيوضح أعمال الملوك زي أعمال الترميم الخاصة بالملك سيتي. طيب حتى الرموز دي برضو مش موجودة، مفيش حاجة مشهورة عن المكان. طيب إذا كان ده حفاظا على قدسية المكان وأثرية المكان عشان يكون في مثلا قيمة لدخول المكان، مفيش مشكلة، لكن نطور حوالين المكان. يعني أتمنى يكون في تطوير حوالين المكان، يكون في جذب زيادة للسياح. بالنسبة لموضوع الخطر، احنا ممكن نحد من منطقة الخطر ونعمل مناطق آمنة لتجمع السياح ودخول المكان، لكن مكان مقفول وتذكرته 20,000 جنيه صعبة شوية. احنا بنحاول نرشد الاسلوب ده علشان النظام السياحي عندنا يكون كويس، بيطلع بالكيرف الاعلى ما ينزلش. السياح تيجي المكان، السياح بتحب الغموض، بتحب تدور، لكن ان تذكره ب 20 جنيه للفرد العادي اللي هو المصري، فما بالك بالاجانب علشان تخش. اتمنى موضوع التذكره ده يقل شويه، اتمنى يكون في اهتمام باماكن الخطر اللي موجوده في الاماكن الاثريه، الوزاره تهتم بيها شويه. اتمنى يتم نشر قريب عن المناظر الموجوده في المعبد، علشان بس نكون عارفين ايه اللي ممكن يتشرح. احنا كاثريين مثلا في محاضرات او حاجات ممكن يتوجه لنا اسئله بالنسبه للاوزيليون احنا ما بنعرفش نرد عليها لعدم زيارتنا المكان. ممكن مثلا ما عنديش انا كفايه ادفع 20 جنيه عشان ازور المكان، ممكن عشان اخد مثلا مجموعه طلاب عشان يروحوا مكان واحد بتكلفه التذكره الطالب هيستقل بانه يزور مكان واحد عشان يدفع مثلا تذكره 500 جنيه او 1000 جنيه. فاتمنى يكون في حل للموضوع ده علشان احنا نحاول احنا نفسنا كاثريين نزور المكان ونعمل عليه ابحاث ونعرف نشتغل عليه ونعرف نشرح للطلبه بطريقه كويسه، او حتى للشخص العادي، لان الاثار المصريه القديمه او الحضاره المصريه القديمه في متناول الجميع بالنسبه للتفكير والاسئله، واحنا كاثريين الناس ما بتبطلش معانا اسئله في المواضيع دي. فاتمنى الوزاره تساعدنا في ان احنا نلاقي اجابه عن الاسئله دي بالنسبه للنشر العلمي، فيما يخص النشر العلمي او الزيارات الميدانيه او الحد من الاخطار اللي بيتعرض لها الشخص في المكان ده. السلام عليكم.